ولادكم محطوطين تحت بند السائل المحروم. ايه هو السائل المحروم؟ محروم ليه؟ محروم لانه ما بيعرفش يعبر عن مشاعره، ما بيعرفش يطلع غضبه. طب العلاج ايه علشان يعمل ده؟ هو ده بتخليه يختار. ما تفرضيش عليه حاجة، هو هيختار. وبعدين لما هيختارها هيختار الحاجة اللي مناسبة له. ممكن يكون عنده غضب مكتوم بس مش قادر يعبر، فهو هيحس بالحاجة اللي قريبة أو تميل، أو استفتي قلبك بقى، هو هيميل لحاجة معينة هي اللي هتعمله الهيلينج ده، وبالتالي يرجع للسلام النفسي بتاعه. طبعا اللي أنا بقوله ده للي عندهم أجريشن أو عندهم غضب سريع جدا، خصوصا أولاد التوحد أو اللي عندهم ADHD، وكمان حتى الكبار بتنفع الكبار على فكرة. الكوبينج سكيلز دي مهمة في كل بيت. مش عارفة اتعامل مع ولادي في لحظة غضب، بيكونوا غضبانين جدا ومش عارفة اتعامل معاهم، وستريس فظيع، والولد بيبقى بني ادم شكله غريب جدا. اعمل ايه؟ تعالوا، ده كوبينج سكيلز. الكوبينج سكيلز دي الاول هتشرحيها له وهتقولي له دي اللي بتعبر عن مشاعر الغضب اللي جواك، وتطلعها علشان قلبك يرتاح وتحس انك انت في سلام نفسي عندك. زي مثلا ستريس بول، او مثلا تعالى يا حبيبي هنتمشى مع بعض، او اسيبك لوحدك لغايه ما اديك السبيس بتاعتك، او تعالى نعمل كولرينج، او انت روح اعمل كولرينج مع نفسك، او تاكل الحاجه اللي بتحبها، او تفضفض مع حد بتحبه، او تفضفض مع اللي انت كنت زعلان منه او عندك غضب مكتوم منه، او انك انت تفتكر له الحاجات الحلوه، او تفتكر حاجه حلوه في حياتك علشان تقلل طاقه الغضب اللي جواك، او تعد لغايه 10 100 اي حاجه، او تحضن حد قريب منك انت عايز تحس ان انت محتاج حضن دلوقتي. عن تجربة مع التعامل مع الأطفال، لا بتعمل فرق كبير جدا. تمام؟ أشوفكم على خير. سلام عليكم.